بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة من ليالي أدب طلخة، ليلة جديدة معبقة بعبق الشعر والنقد والإبداع. معانا الشاعر الكبير والناقد الكبير الأستاذ عصام الدين صقر اللي نورنا النهارده وشرفنا من الزقازيق، وإن شاء الله هيكون لينا معاه جلسات نقدية لإبداعات الشعراء. لسه قصيدتك جوه في قلبي وانت قاريها، لسه عيونك هي مرايتي شايفك فيها، الشوق فايض مني وبيا وما فيش غيرك يملى عينيا، لسه ملامحك ساكنة في روحي وانت مليها. مع الشاعر الأستاذ الناقد عصام الدين صقر. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكل. الحقيقة أنا باجي المنصورة عشان أتعلم، البلد الوحيدة اللي أنا بروحها عشان أتعلم. بلد زاخرة بالمبدعين والمبدعات هنا في السنبلاوين، في متغمر. الدقهلية عموما زاخرة بالإبداع، وطبعا ما فيش شك إن أي خطوة أنا بتحركها واجي هنا فعلا بتعلم، وأنا أقلكم علما وأقلكم فهما، وجاي أتعلم منكم، وإحنا كلنا بنتعلم من بعض ونسمعكم بقى. هنسمع حضرتك الأول نبذة صغيرة وقصيدة. نبذة وقصيدة. عصام الدين أحمد صقر. والدي كان الشاعر والزجال أحمد صقر، كتب فوازير رمضان في الراديو لعدد من الإذاعات في فترة الثمانينات، وكان بيكتب بطريقة اللي هي الوزن اللي هو بالسليقة، ما يعرفش فعل ولا فاعل والكلام ده، ما يعرفش أي بحر، بس كان بتطلع منه كده. فعلمني يعني، وانا بحكم ان انا كنت ضابط في الجيش وما كانش ينفع اشتغل اي حاجه وانا في الجيش، جنب الجيش كان ممنوع. فلما خرجت معاش وكده اتفرغت تماما للابداع، وعندي 3 اصدارات، عندي اصدار فصحى واصدار عاميه، وعندي اصدار نقدي ان شاء الله تحت الطبق قريب جدا اسمه تغاريد ونسر. بعد كده كتبت، انا بكتب شعر الفصحى وبكتب الشعر العاميه الحمد لله، بس انا بميل للنقد اكتر، بشوف ان النقد ابداع موازي. ايوه اكيد. والناقد هو قاضي الابداع، قاضي العمليه الابداعيه، يعني انت بتكتب وزميلك بيكتب، والناقد هو اللي يفصل في الاخر ويقول كذا، هو مش بيحكم عليك، او مش بيقول لك اشرب اللبن قبل ما تنام او اغسل، لا، ولا يقول لك لازم دي تبقى كذا، لا. النقد ملوش اليات اجرائيه محدده لحد دلوقتي، بدليل ان احنا كشعراء عرب وكمبدعين عرب، والاستاذه سكينه تعرف ده، نفتقد الى الان الى وجود نظريه عربيه نقديه. كلنا عاملين نقول رولان بارت وارسطو وتشارلز ديكنز، رغم ان النظريات الغربيه ماخوذه من من الاندلس، من ابن خلدون والجرجاني، تمام، لكن ما زلنا بنفتقد نظريه نقديه عربيه، ونقعد نستشهد ونقول بودلير ومولير ومش عارف مين، وده قال وده قال وكذا وهيدجر، ونقعد نستشهد باقوال شعراء وانجليز وروس ودستويفسكي وكذا، لكن هي حاجاتنا احنا. يعني دستويفسكي حين هو قال، حين كان منفيا محكوما عليه بالاعدام، قال ايه؟ قال ما دمت املك خيالا فلن يستطيع ان يسجنني احد. الله، فعلا جميلة. انا لما سمعت المقوله دي او قريتها حسيت ان المقوله دي على لسان عربي، وربنا عز وجل قال في القران وانزلناه بلسان عربي مبين. ربنا انزل الفصاحه بلسان العرب، ما انزلهاش انجليزيه ولا روسيه، ربنا انزلها بلسان عربي مبين. على قلبك لتكون من الخاشعين، الخطاب كان لسيدنا محمد، انا انزلناه قرانا عربي، ولو شاء ربنا كان يقدر ينزله مترجم للروسيه ونريح دماغنا من 1500 سنه. ايوه، لكن ربنا انزله باللغه العربيه فقط، وترك لنا حريه الترجمه وحريه النقل والتفسير. فافضل اقول ان انا باجي هنا اتعلم، وانا متشوق الحقيقه اسمعكم. انا جاي اسمعكم مش جاي اسمعكم. هنسمع طبعا.
حابين الاول انا نسمع هقول اخر قصيده قصيده، عاميه اخر وقصيده فصحى. قصيده انا كتبتها. اتفضل. بقول راحل راحل ورحال في كل ارض براح، حامل ومحمول عابر سبيل سواح، فطاري عشايا لا شبع ولا جوع، صليت على النبي لما ناداني يسوع، يهون سواد الليل لو كل فعل بسيط، يهون العيش وملحه على كل سحت حويط، مش كل تأخيرة في الحلم خيرة، راكب حصان السبق في الرأسة الأخيرة، مسافر في قطر الصعيد لا زاد ولا تذكرة، لا كل النصيب غلاب في الوجع زي وجع الذاكرة، قسمت اللي راح بيني وبين الدراويش، جاني الندى في الحضرة يطير جناحك بلا ريش، يا زمن لو جالك زماني زي البلح أسواني، اكتب جراح النخيل على الجريد حياني، يا عجب كفاية عجب لا عتب على الكهف واصحابه، العتب على قنديل لما قفل بابه، شاعر ودرويش على باب الحسين والعذراء، ضربت بعصايا البحور طرح السنين خضرا. الله. حاجه كمان. وجميل تطبيق الحس الوطني